أشهر 5 أخطاء أنت بتعملهم في التعامل مع الأدوية ممكن يدمروا صحتك وانت مش واخد بالك. أشهرهم إنك توقف العلاج أول ما تحس بتحسن، ده بس مش هيرد عليك التعب بأكتر من الأول، لكن كمان هيخلي البكتيريا تقدر تقاوم العلاج. تاني حاجة وهي إنك تعتمد على تاريخ الصلاحية الموجودة على العلبة. التاريخ ده انت المفروض ملكش دعوة بيه، انت ليك من أول ما تفتح الدواء حسب نوع العلاج. تالت حاجة انك تجمع ما بين الادوية مع بعض عشوائي وخلاص، زي مثلا ادوية الكوليسترول مع مضاد حيوي زي الكلاسيد ممكن يسببوا تلف العضلات. رابع حاجة انك ما تبلغش الدكتور عن المكملات الغذائية والاعشاب اللي بتاخدها، زي مثلا الجينكا او العرق سوسي اللي ممكن يسببوا مضاعفات خطيرة مع ادوية القلب. خامس حاجة بقى انك تمضغ او تكسر الادوية اللي مكتوب عليها ممتدة المفعول او اكستند ريليز او XR، لانك كده بتضاعف الجرعة وبتخليها سريعة وممكن تعرض نفسك للتسمم او المضاعفات الخطيرة. أشهر 5 أخطاء أنت بتعملهم في التعامل مع الأدوية ممكن يدمروا صحتك وانت مش واخد بالك. أشهرهم إنك توقف العلاج أول ما تحس بتحسن، ده بس مش هيرد عليك التعب بأكتر من الأول، لكن كمان هيخلي البكتيريا تقدر تقاوم العلاج. تاني حاجة وهي إنك تعتمد على تاريخ الصلاحية الموجودة على العلبة. التاريخ ده انت المفروض ملكش دعوة بيه، انت ليك من أول ما تفتح الدواء حسب نوع العلاج. تالت حاجة انك تجمع ما بين الادوية مع بعض عشوائي وخلاص، زي مثلا ادوية الكوليسترول مع مضاد حيوي زي الكلاسيد ممكن يسببوا تلف العضلات. رابع حاجة انك ما تبلغش الدكتور عن المكملات الغذائية والاعشاب اللي بتاخدها، زي مثلا الجينكا او العرق سوسي اللي ممكن يسببوا مضاعفات خطيرة مع ادوية القلب. خامس حاجة بقى انك تمضغ او تكسر الادوية اللي مكتوب عليها ممتدة المفعول او اكستند ريليز او XR، لانك كده بتضاعف الجرعة وبتخليها سريعة وممكن تعرض نفسك للتسمم او المضاعفات الخطيرة.